قال ابن الجوزي: فسار القوم بهم، وكلما نزلوا منزلا أخرجوا الرأس من الصندوق الذي أعدوه له، فوضعوه على رمح وحرسوه طول الليل إلى وقت الرحيل، ثم يعيدوه إلى الصندوق ويرحلوا. فنزلوا بعض المنازل، وفي ذلك المنزل دير فيه راهب، فأخرجوا الرأس على عادتهم ووضعوه على الرمح، وحرسه الحرس على عادته، وأسندوا الرمح إلى دير النصراني. فلما كان نصف الليل رأى الراهب نورا من مكان الرأس إلى عنان السماء، فأشرف على القوم وقال: من أنتم؟ قالوا: نحن أصحاب ابن زياد. قال: وهذا رأس من؟ قالوا: هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب بن فاطمة بنت رسول الله. قال: هذا رأس ابن بنت نبيكم. قالوا: نعم. قال: بئس القوم أنتم، لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا. ثم قال: هل لكم في شيء؟ قالوا: وما هو؟ قال: عندي 10,000 درهم تأخذونها وتعطون الرأس يكون عندي تمام الليل، وإذا رحلتم تأخذوه. قالوا: وما يضرنا؟ فناولوه الرأس وناولهم الدراهم، فأخذه الراهب فغسله وطيبه وتركه عنده، فجعله على فخذه وجلس يبكي الليل كله. فلما أسفر الصبح قال: يا رأس، لا أملك إلا نفسي، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن جدك محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أنني مولاك. ثم خرج من الدار وما فيه، وصار يخدم أهل البيت عليهم السلام.